هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. النهاردة بقى هنعمل فيديو هو ترند. كل ما نفتح التيك توك او الانستجرام او الفيسبوك عموما بنلاقي الفيديو ده، وهو القشطوطة. هي بصراحة حاجة طعمها حلو قوي، يعني كيكة كده وطبقة من الكريمة غنية، وعليها اي توبنج او اي طعم انتوا تحبوه. حقيقي خطيرة، يعني ما كانش ينفع يعدي كده الوقت ده غير لما نعمل القشطوطة حقيقي، او زي ما تسموها، بس هي اسمها القشطوطة كده. يعني حقيقي طعمها تحفة وتستاهل الضجة دي، بالمانجا بقى والفواكه والمكسرات، كمان بالكراميل، حقيقي تحفة. يلا نشوف الطريقة. معايا اول حاجة 4 بيضات حجم كبير بحرارة الغرفة. لو البيض حجمه صغير استخدموا 5. هنضرب بقى كده شوية، وبعدين بقى معايا نص كوباية من السكر. هضيفه كده على 3 مرات او 4 مرات، المهم هضيفه تدريجيا، وكل مرة هضيف فيه السكر. هضرب كده حوالي من دقيقة لدقيقتين. المهم نضرب يعني في البيض ده شوية كده. لو بالمضرب الكهربائي من 5 ل8 دقايق. لو هستخدمه العجين هو حوالي 5 دقايق بس. لو استخدمه طبعا المضرب اليدوي عادي او ممكن الخلاط، المهم يوصل الخليط معاكو اللي هو اللون الفاتح، اللي هو يعني البيض يبقى لونه فاتح كده. ونضيف السكر بالتدريج لحد ما نوصل للخليط ده. بصوا بقى ابيض ازاي، ويعني زي قوام المايونيز كده. وبعدين هضيف بقى 2 باكت من الفانيليا، او ممكن معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وضربة صغيرة كده عشان نخلط الفانيليا مع البيض، وخلاص كده. معايا بقى كوباية وربع من الدقيق ورشة ملح، ومعلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر او باكت. واحنا كده عملنا حاجة اسمها خليط الكيك او دقيق الكيك. يعني النشا، لو عاوزين دقيق سبونج يعني دقيق سبونج نعمل بيه كيك سبونج كده، بنضيف له معلقة او معلقتين من النشا. هضيف برضو الدقيق تدريجيا، يعني عشان الخليط معانا ما يهبطش. هضيف حبة وبعدين اخلط، وبعدين حبة كمان، وبعدين اخلطهم لحد ما الدقيق يخلص معايا خالص. وكده بقى خليط الكيك جاهز معانا. مش هنستخدم اي مادة دهنية، لان احنا عاوزين الكيك عبارة عن هوا، يعني هو عبارة عن الهوا اللي دخلناه للبيض والدقيق بس كده. معايا بقى اي صينية ممكن تستخدموها عادي. انا الصينية بتاعتي مقاس 25 في 25. استخدموا المقاس ده، او لو اكبر ضعفوا الكميات. وبعدين دهنتها مادة دهنية وورق زبدة عشان الكيك ما تلزقش مننا. وانا الصينية بتاعتي دي خفيفة انها تدخل الفرن، فبحطها كمان في صينية ألمونيوم، او يعني اي حاجة تكون تتحمل النار. وبعدين هخبطها خبطتين كده، نزلت الخليط واخبطه خبطتين كده عشان يطلع الهواء، او بخلة اعمل يعني حركات عشوائية كده. ودخلتها الفرن على الحرارة 170. اخدت حوالي 25 دقيقة بس كده. هنعمل بقى الكراميل. معايا هنا نص كوباية من السكر. هضيفها يعني تكون في حاجة، في طاسة او في حلة تستحمل كده النار. وبعدين اول ما احس ان هو بدأ يكرمل هبدأ اقلبه. ونزلت عليه بمعلقة من الزبدة، ونص كوب من السكر ليه نص كوب من اللبن او الحليب. هضيف كده وانا بقلب طبعا، يعني الخليط بقلبه، ويفضل ان الحليب يكون دافي عشان الخليط ما يكتلش والسكر ما يكتلش معانا، ونقعد نتعب ان احنا نفككه كده. حتى لو كتل معاكو، يعني استمروا في التقليب هيفك بس. وبعدين شلته من على النار لما بدأ يغلي كده. معايا بقى هنعمل الكريمة. معايا كوب من الكريمة، وكمان ضفت لها كوب من الحليب يكون ساقع. طيب ممكن تستخدموا ميه، ممكن، بس احنا عاوزين الكريمه دي يبقى طعمها غني كده، فاحنا استخدمنا حليب. ويا ريت كمان كل الحليب اللي هنستخدمه في الوصفه دي يكون كامل الدسم، يعني يكون دسم كده شويه. هقعد بقى اخلط فيها لحد طبعا ما حجمها يزيد كده. دي الكيكه بعد ما خرجتها من الفرن.
بصوا هي معايا يعني رقيقة شوية، بس انا كنت عاوزاها تكون رفيعة مش سميكة، عشان تبقى خفيفة، يعني تبقى خفيفة كده واحنا بناكلها، يعني ما تخلوش طبقة الكيك سميكة بس. وهنخرمها كده بأي خلة عشان اللبن ينزل فيها كويس لما نيجي نسقيها. ودي الكريمة معانا بعد ما خلصناها، هناخد معلقتين كده على جنب وهقولكوا هنعمل بيها ايه. ومعايا بقى كوبايتين من او كوبايتين ونص من اللبن او الحليب، يكون كامل الدسم. ضفت له معلقة من السكر ومعلقة من الكريمة اللي احنا عاملينها، وهدوبهم كده مع بعض كويس، مخليش كريمة مكتلة مع اللبن. وبعدين بقى هنزل هسقي بيها الكيكة دي كلها. عاوزين اللبن يبقى كتير، يعني ممكن كمان على فكرة تزودوا عن الكوبايتين ونص، ممكن تخلوهم 3 كوبايات عادي. كل ما كان اللبن فيها كتير هتبقى احلى، بس هي كده كانت بدرجة معقولة يعني. بس وهسيبها بقى، هسيب الكيك يتشرب الحليب كده نص ساعة، لو مستعجلين 10 دقايق بس. بعدين هضيف بقى طبقة الكريمة واوزعها كده. هبدأ اوزعها كده بقى بالتساوي، يعني نظبطها، ما نخليش جنب اعلى من جنب عشان يبقى الشكل في الاخر مظبوط. بس كده. وكمان لو الكريمة كانت معانا متماسكة مش هتتعبنا ان احنا نسويها. خلوا الكريمة بتاعتكم متماسكة شوية، ما تبقاش يعني قوامها سائل شوية، لا خلوها متماسكة، اللي هو يعني بعد ما نضرب نرفع كده بالمضرب تعمل منقار. بس كده. وكانت يعني الكريمة اتمسكت معانا. انا حطيتها في التلاجة حوالي نص ساعة الكريمة بس تمسك نفسها. وبعدين فتحت الصينية وشلتها وقطعتها بقى. انا ممكن تعملوها كلها يعني طعم واحد. انا قطعتها يعني 4 كده، وهاخد كل ربع بقى اعمله بالطعم اللي انا عاوزاه، او يعني بالشكل اللي انا عاوزاه. بصوا يا جماعة طبقة الكريمة يعني على الكيكة حلوة ازاي. وطبقة الكيكة زي ما بقولكوا مش سميكة، ويعني بجد حلوة. وكمان طبقة الكريمة مش رفيعة ولا لأ، يعني في نسبة وتناسب. يعني هي اصلا كانت اللي هو جاهزة تتاكل كده من جمالها وشكلها. اول ربع بقى انا عملته بالكراميل اللي احنا عملناه بعد ما بارد خالص، نزلته عليها كده. دي يعني شبه كيكة التريليتشي اللي هي التركية. دي بقى معلقتين الكريمة اللي احنا شلناهم كده على جنب، حطيتهم في كيس كده حلواني وزينتها كده. اعملوا الشكل اللي انتوا حابينه، بس انا عملت يعني اقرب شكل بخلة بقى او بشوكة او يعني اي حاجة تعرفوا تعملوا بيها الشكل ده اعملوه. وبكده بقت القطعة دي جاهزة معانا خلاص. بصوا شكلها حلو. بصوا بقى وانا بقطعها سهلة ازاي، يعني بتتقطع كده في ثانية حقيقي. وكان طعمها تحفة، كانت خفيفة قوي. دي تاني واحدة عملتها بالمكسرات، ميكس كده من جوزة الهند والفول والزبيب. دي عجبتني يعني اكتر واحدة، حسيتها كلاسيك كده وهتعجب ناس كتير. يعني الناس اللي هي بتحب الذوق او الاطعمة اللي هي مفيهاش حاجات كتير هتحبها قوي. المكسرات دي كانت حلوة قوي. دي تالت واحدة حطيت بقى فراولة وموز، او ممكن اي فاكهة انتوا تحبوها. بس الفراولة والموز كده عملوا ميكس حلو قوي. يعني الفراولة كسرت السكر شوية بتاع الكريمة. بس انا عموما يعني الكيك مش مسكر، والكريمة انا ما خليتهاش مسكرة خالص. يعني كانت نسبة السكر عموما كانت قليلة قوي، يعني نسبة السكر قليلة قوي. يعني ناخد قطمة ورا التانية مش هنحس بتجزيع خالص. يعني كان الموضوع فيه بالانس كده وتوازن، كان بجد كان حلو قوي. حتى في الكراميل يعني ما كانش
مسكر اللي هو نتضايق منه كده، لا كانت حلوة قوي وخفيفة. وطبعا اخر قطعة مانجا، ما كانش ينفع نعدي الفيديو من غير مانجا. كانت حلوة قوي، وبجد الوصفة حلوة قوي يا جماعة، لازم تجربوها، بجد خطيرة وهتعجب كبير وصغير. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.